اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الإسلام جميعا بحق محمد وآل محمد. اخوان الأعزاء، احنا كثير من الأسئلة توردنا يعني نعطي المهمات اللي نعطيه، لأنه تعرفون هذا تسجيل الفيديو مو بالهين وشوي بصعوبة. فمن ضمن هذه الأسئلة تجيك حجية تخابرك أو رجال كبير ويقول لك يا أبوي أنا ما أقدر، كبير بالعمر، أنا كبير بالعمر وما أقدر أصوم. حجي، أولا إذا ما تقدر تصوم وتشوف شيخوختك، أو يا حجية أنت ما تقدرين وتشوفين شيخوختك تأثر على يعني صيامك، يأثر على الشيخوخة ويأثر على جسمك وبيه حرج ومضرة إلك وما تقدرين تقومين ويتعبك هذا الصيام، فعليك الإفطار. وعليك يا حج الإفطار، تفطر ما بيها كل إشكال، أفطر وادفع عن كل يوم واحد مد. هذا المد ايش قد؟ 3/4 كيلو طحين أو من الحنطة أو من الخبز، 3/4 كيلو طحين. ويستحب استحبابا أن تدفع مدين، يعني كل يوم واحد تدفع مكانه كيلو ونص، أنت يا حجية وأنت يا حج، ماكو كل إشكال. فهنا إذا تمكن بعد فترة وقال يابا أنا بالنسبة إلي أقدر أصوم مجان الشتاء، أقدر أقضي، أقول لا، هنا القضاء عليك، ما عليك الرفع من عند القضاء. خوش، إذا كان إنه عجزوا نهائيا، يعني أكو من عندهم يقول يأثر على شيخوختي بس أقدر أصوم، ويخاف يأثر على نفسي. ومرة يقول لا، يتعذر نهائيا، يقول أنا ما أقدر، أنا موتا، هذا يتعبني هذا الصيام. شو نقول له؟ نقول له لا عليك موت ولا عليك قضاء، وفقط صلي واذكر الله وادعي لنا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقبل صيامكم وقيامكم بحق محمد وآل محمد. لا تنسونا بأفضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.